نصايح في زمن رايح عايش على الإشاعات والفضايح. جارنا ماشي بالشرط فاكر نفسه سايح، وجارتنا طبخة لجوزها ريحة أكلها فايح، وفلان في الخليج محوش فلوسه في صفايح، ولا حد في حاله وكله في التاني طايح. مش كل واحد بيبان بيضحك بيبقى معناه انه سعيد، في اللي بيخفي دموعه وسط الناس وبيبكي وهو وحيد، وفي اللي بيجرح في مخاليق ربنا وعايش دور الشهيد، وفي الناقص اللي عامل سيدك وهو من العبيد، اللي في وقت فرحك يحزن ووقت ألمك منه تسمع الزغاريد. نصيحة: بيع كل اللي باعك وانتقص منك، وابتدي حياتك من جديد، كفاية عشتها قلق على خوف على تهديد. الدنيا دوارة ومش ثابتة على حال، ما تصدقش اللي يقولك عليك اتقال. لو بيعزك ما كانش كلامه معاهم طال، ولا كان ادى لحد مجال انه يفكر يجيب سيرتك بقولنا وقال. انا اعرف ناس عينيها سلاح ذري توقف الساعة لو شافتها بتجري، مش في حالهم خالص نشاطهم جوي وبري، يحسدوك على اتفه حاجة ان شاء الله خيبتك، او انك كبرت وما بانش عليك شبتك. ومنهم الفاجر اللي يحسدك بس لو جت سيرتك، البعد عنهم غنيمة، اهرب على قد ما قدرتك، وافتكر يوم ان حذرتك ما تخليش قرد يتنطط على شجرتك. اديله على دماغه وقول له ما تلزمنيش معرفتك. كداب اللي يفتكر ان الفلوس ما بتغيرش، انا اعرف اللي باع اخوه عشان القرش، وفي اللي ربنا رزقه وماشي يتباعها بالكرش، عربية اخر موديل وفيلا مليانة فرش، وحفلات ليل نهار واللي ربنا ما بيذكرش. اللي قال الفلوس مع التيوس والله ما كدبش. للشاعر محمد النبي. مش تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الأشعار، وأتمنى تكون الفكرة والمقطوعة الشعرية عجبتكم. ومش تنسوا يا غاليين مشاركة المقطوعة الشعرية على الفيسبوك وتويتر، ومستني أعرف تعليقاتكم على المقطوعة الشعرية. ويا ريت في التعليقات لو عندكم أفكار أكتب عنها شعر تكتبوها في التعليقات، وأنا إن شاء الله أكتب شعر عن الأفكار اللي هتبعتوها، ونتقابل مع شعر جديد إن شاء الله الحلقة الجاية مع قناتكم قناة الشاعر محمد النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.